والسلام على اشرف المرسلين. حضرتوا معنا اليوم في هذا الحفل اللي الهدف ديالو اولا هو عمل خيري. من المداخيل ديال هذا الحفل كامل مشاو كليا للدار الكبيره، جمعيه الدار الكبيره للاعمال الاجتماعيه والخيريه. ثم ثانيا الحفل كان عنده هدف ثاني هو التعريف بالموروث الصوفي الشرقاوي ديال مدينه ابي الجعد اللي ما معروفش بزاف في المغرب، وكانت هذه مناسبه لضرب عصفورين بحجره واحده، وايضا الجمهور استمتع كما لاحظتم، والحمد لله كانت ليله مباركه، ونتمنوا من الله يكونوا ليالي اخرى في هذا المستوى ان شاء الله. نحن رئيس الجمعيه الخيريه الاسلاميه لي الشرف انه تنحضر في هذه الليله الربانيه ديال المديح الشرقاوه. يعني الليله اللي كانت ممتازه واللي تتعبر من غير يعني المديح ومن غير ما هو رباني، تتعبر كذلك على التآزر وعلى يعني يعني الانسان اللي تيفكر في الاخرين. فكيف تنعرفوا الدار الكبيره هي واحد الدار اللي تتأوي الوليدات اللي هما مشردين، الوليدات ديال الاطفال في ضعيات الشارع. وهذا الليله بحال هكا يعني فيها تحسيس، فيها تآزر، فيها تضامن مع هاد الوليدات هادو، مع المسيرين ديال الدار كذلك، لانه ماشي سهل الانسان باش يتكفل بهاد الشريحه ديال المجتمع. شكرا لكم. أيوب نياقي، عضو مجموعه الزاويه الشرقاويه المديح والسماع واحياء التراث بأبي الجعد. عدنا والعود أحمد، عدنا لهذه الدار الكبيرة للمرة الثانية، وهذه المرة كان لها نغم وكان لها شجن بهذا الحضور الكثيف. صراحة اللي كان جد رائع، جو من ربوع المملكة، وحنا جد مسرورين أننا نحيي هذا الحفل هذا مع جمعية الدار الكبيرة للأعمال الاجتماعية والأطفال اللي هما في وضعية صعبة. تنشكر جميع من ساهم ومن ساهر على إنجاح هذا الحفل هذا، ومن كان سببا فيه سيدي عادل والجميع. وتنبغي نشكر كاع الحضور اللي حضر وساهموا بالمساهمات الماديه او المعنويه من اجل تحفيز هاد الوليدات هادو وهاد الشباب. كيف ما شفتيو طلعوا ادوا حتى هما، اذا هما طاقات، اذا هما وليدات اللي بحالهم بحال وليدات الجميع. والحمد لله حنايا تنحاولوا اننا نزخروا بهذا المنتوج ولا بهذا التراث الشرقاوي المحض، لانه هو في المديح والسماع هو له طبع خاص بالجعدي شرقاوي اصيل. والحمد لله كما شفتوا التجاوب الجمهور، والليله كانت باذخه ورائعه. وفي الاخير تنبغي نشكر عاوتاني الجميع، ونبغيو نوجهوا واحد الدعاء لسيدنا الله يشافيه، من مولانا امير المؤمنين سيدنا محمد السادس، الله يشافيه والله يعافيه والله يخلي لنا ذخرا لهذه البلاد، وينصرنا وينصر جميع المغاربه ككل. وتبارك الله عليكم، وشكرا للصحافه على التغطيه الكامله لهذه السهره الكامله، وجزاكم الله عنا كل خير، وشكرا لكم، بارك الله عليكم.